السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيز المقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر، على راسي والله. بحبكم قوي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي وانتوا السند والعون بعد ربنا. بحبكم قوي وبحترمكم قوي، على راسي. كل الناس الجديدة اللي دخلت اشتركت في قناتي، كومنتاتكم الحلوة اللي بتسعدني، لايكات لو عجبكم الفيديو. ما تنسونيش يا جماعة باللايك لو سمحتوا. بحبكم قوي وانتوا تاج على راسي والله. ان شاء الله قناتي هتكبر بيكوا وليكوا باذن الله. حطوا لنا اللايك يا حبايبي. وهنتكلم النهارده في كذا موضوع. هنتكلم عن صلح اشرف ومريم، وهنتكلم على ام جنى والمرض بتاعها، لان هي كانت خلاص بتطلع في الروح على كلامها هي، وربنا شفاها وعافاها. هنتكلم على ابو زياد ونيره والحاج جابر والمقلب اللي كانت عاملاه نيره. وحط لنا اللايك. هنبدا بيه بابو زياد. وطلع علينا قبل ما اتكلم على ابو زياد، كانت نيره عامله مقلب في جدها ان هي هتتخطب، وكان جاي لها مدرس معاها في السنتر يعني، ولعبت بقى اللعبة دي. طبعا احنا عارفين المقالب يا جماعة بيبقى متفقين عليها كل اللي على اليوتيوب، المقالب بتاعتهم. وناس وطلعت وقالت كده، وصحابات قنوات كبيرة طلعوا وقالوا كده ان احنا كنا بنعمل مقالب وفيك بيتفقوا مع بعضيهم. فنيرة عملت المقلب ان في مستر هي عايزها ويخطبها يعني، ويسافروا بره والكلام ده. فخدت رأي جدها. وطبعا احنا شفنا الحاج جابر بصراحة قعد يكلمها كلام بالعقل. طبعا كحفته يعني، مرضيش يزعلها وقال لها لا ما ينفعش وانت رأيك ايه. وخدت ودت معاه في الكلام. طبعا يا جماعة والله متفقين على كده. شفنا حسن وهو برضو قاعد معاها وبيتكلم معاها، عجبني كلامه جدا. ما زعلهاش، ما اتكلمش معاها بشكل مش حلو. فهمها وقال لها تعليمك الاول. المهم قالت له ده مقلب، وعرفنا ان هو مقلب. فبجد طلع ابو زياد علينا، ومن حقه يزعل يا جماعه، لان ده اب ما شافش ولاده بقاله 4 سنين، هو اللي كبرهم وهو اللي تعب فيهم. يعني من بعد امهم بصراحه ما توفت. يا جماعه الراجل ده هتقولوا لي انت جايه في صفه، قولوا اللي انتوا تقولوه. ده راجل مكلوم في ولاده يا جماعه، نفسه ياخد ولاده كده في حضنه، بيشوفهم بيكبروا قدام عينيه. ما شاء الله زياد بقى راجل. نيره ما شاء الله شايله مسؤوليه دلوقتي، مسؤوليه بيت. واحنا شفنا الحاجه سعديه لما سافرت تركيا عند حمدي ووفاء، هي اللي كانت قايمه بخدمه جدها وخالها وكله بصراحة، واخواتها التلاتة كانت شايلة البيت من اوله لاخره. فطبعا ابوها طلع وزعل. انا من هنا بقول لا يا نيرة، ما ينفعش ان انت تكسري بخاطر ابوكي كده، لان ابوكي في الاول وفي الاخر هو اللي هيقف لك في الجواز، وهو اللي هيكون الوالي بتاعك، وهو اللي هيوافق على اللي هيجيلك ده ولا لا. ده ابوكي. عارفين يعني ايه ابوكي يا نيرة انت وزياد؟ اهتموا بابوكوا شويه يا جماعه، اتصلوا حتى من وراهم، اتصلوا من ورا جدكوا واطمنوا على ابوكوا. الايام بتجري يا جماعه ومحدش ضامن عمره والله. هنيجي نتكلم بقى على الحاج جابر. طب ما حضرتك يا حاج جابر زي ما بتوعظ كده نيره، وانت بتقول قال الله وقال الرسول، لما حمدي ومحمد ولادك طلعوا وبهدلوا الدنيا واتكشفتوا على الملأ، والدنيا كلها عرفت ان حمدي ومحمد مبهدلين بعض، وطلعنا واتكلمنا في الموضوع ده. طيب انت ما اتدخلتش ليه يا حاج جابر زي ما اتكلمت مع نيره بالكلام العقل كده؟ حسن نفس الحكايه. طب ما انت يا حسن كنت بتسلط حمدي، وكنت بتودي له الاخبار لاخوك محمد، رغم ان محمد كان قريب منك جدا. هو انتوا بس قدام الكاميرا يا جماعه بتعملوا كده، والناس مش يعني، معظم الكومنتات جايه لكم مش مصدقه، يعني مش مصدقه ان انتوا كده، لانك خلاص انتوا اتعرفتوا واتكشفتوا. كنت اتمنى ان مقلب زي دوت ما يتعملش عشان نيره. يعني انت يا نيره مش صغيره، انت كبرتي، انت كده بتكسري ابوكي، عيب عليكم. في الاول وفي الاخر هو والدكم. مش هطول يا جماعه، ربنا يهديلكم حالكم. بنقول لك يا ابو زياد ان شاء الله باذن الله هيبقوا في حضنك وهيجولك، لان في الاول وفي الاخر انت ابوهم، ولا جدهم هينفعهم ولا ستهم هتنفعهم ولا
ما احنا شايفين خلالهم كل واحد في بلد، اللي في الامارات واللي في تركيا، ومحمود نفس الحكايه جنبهم في مصر، ولا بيسأل ولا يعني يا جماعة ملكوش إلا أبوكي يا نيرة أنت وزياد، ربنا يهديلكوا حالكم يا رب. هنتكلم في تاني موضوع، هنتكلم على أم جنى، وكانت عاملة ركنة وعاملة تقريبا يعني أنتريه أو حاجة زي كده عند أبو خلود، وراحت جابتهم وودتهم البيت الجديد. شايفين مازن؟ عايزة أقول لك يا مازن، أنت ما بتقلعش التيشيرت ده، انت نايم قايم بيه. شوفوا يا جماعة، عدوله كام فيديو طلع بالتيشيرت اللي هو الاخضر، اللي هو الفستقي ده، اخضر فاتح كده. يعني انت في الشتاء ما كنتش بتقلع البلوفر اللي انتم مسمينه بلوفر الاصفر، وفي الصيف نفس القصه التيشيرت ده. يعني حرام والله العظيم، انتم ما بتعرقوش يا جماعه. انتم ده احنا يعني احنا بنغير 100 مره في اليوم، بنموت من الحر، انتم ما بتتعبوش ما بتقرفوش. يعني حقيقي بجد شفناه هو واحمد طالعين بيطلعوا الحاجه في البيت. ما هنش على ام جنى تجيب ناس كده بالاجره؟ فيها ايه يا ام جنى لما تنفعي الناس الغلابه دي وهم اللي يجوا يشيلوا لك، وانت عارفه ان مازن عنده دوالي وتعبان برجله بجد. الواحد غلب معاكم كلام يا جماعه. عملت لايف وكانت بتتكلم وقالت اني تعبانه وخدت علاج كده، معرفش علاج غلط، فتعبت وشهدت على نفسها وقالت لمازن خلي بالك من عيالي واوعى تعمل معاهم حاجه واتبه لهم. وهي كانت بتطلع في الروح، يعني بتوصيه وصيه لو ماتت يخلي باله. وهي بتقول فعلا انا شهدت على نفسي، وبتحكي لنا وفعلا كان شكلها باين عليها التعب جدا. طب يا ام جنى، احنا بنقول لك يعني ما استلحي باخواتك دولت، بدل ما انت عماله تدعي للناس الغريبه ويكفيكوا شر المرض ومش عارف وايه وايه. طب ما ادعي لاخواتك دول وقربيهم منك، محدش ضامن الموت من الحياه. ابنك الصغير اللي هو مازن ده انت بتعامليه بعنف قوي يا ام جنى. احنا شايفينك النهارده لما جات له اللعبه، عملت فيديو يا جماعه لما واحده من السعوديه هدت لابنها لعبه كده وجابت له حاجات كرتونه كده فيها لعب اطفال وحاجات. شايفينك بتعاملي الواد بعنف جدا يا جماعه، بتهبديه كده وياما قعدتيه على الديب فريزر وقعدتيه في الارض والشعله والعه جنبك هو والله حقوق الطفل يا ام جنى حقيقي بجد لو شافوكي كده والله العظيم هتتحاسبي، حقيقي هتتحاسبي. انا مش عارفه انتوا بتخلفوا يا جماعه، ده في ناس مش طايله ضفر العيل. ربنا يهديك لحالك يا رب، وحقيقي يعني ربنا يشفيكي ويعافيكي. وانت جربتي وبتقولي شهدت على نفسي، صالح اخواتك، مفيش حد ضامن عمره. ربنا يهديك لحالك. وهنتكلم في اخر موضوع يا جماعه، وصلح اشرف ومريم. احنا عارفين طبعا ان هو كان عامل فيها مقلب، خطف الطفل ابنه كان عمره شهرين في خطوبه اختها رودينا، وهي زعلت وغضبت وراحت عند امها وكانوا متفقين هيتطلقوا. امبارح بقى شفناه عمل فيديو، وكانت اختها بتتشبك، يعني شبكة اختها، وجاب لها بوكيه ورد اللي هو كله بينور يا فرحتي بيك. عمل مقدمة الفيديو وكان برضو بيعيط. يعني هو يعني يا جماعة ده انتوا رجالة، رجالة لما الناس تشوفكوا كده بتعيطوا هيقولوا علينا ايه؟ ما بيقولوا رجالة مصر كلها كده. المفروض انتوا تخليكوا قدوة للناس، لان انت قناتك كبيرة، قناتك مليونية. يعني فيديو زي ده ملوش اي 30 لازمة، داخل في 500,000 مشاهدة. ربنا يزيدكم يا رب مشاهدات، ما بنزعلش والله، بس انتوا بتبقوا قدوة الناس، ناس كتير بتتفرج عليكم، انت قناة مليونية، لزومه ايه وانت بتقدم كده؟ انت روحي روحي يا مريم انت وابني وملقيش الا انتوا وي وي وي، ورحت مدمع الدمعتين بتاع كل مرة. هي وهو يا جماعة خزان احزان والله العظيم. البكا ده ما بيفرقش، فرحوا يعيطوا، حزنوا يعيطوا، غضبوا يعيطوا، معروفين اشرف ومريم ايه هما. فشفناه جاب لها الهديه وجاب لها سلسله ذهب وصلحها. طيب يعني ما كان من الاول يا مريم؟ احنا عارفين برضو ان دي يا جماعه والله بتبقى اتفاقيات مع بعض، كل اليوتيوبرز بيعملوا كده، بيتفقوا مع بعض عشان يجيبوا مشاهدات ويعلوا الريتش بتاع القناه بتاعتهم. يعني اشرف ومريم بالذات لا هم عندهم محتوى ولا بيعرفوا يعني ايه محتوى. كل المحتوى بتاعهم حتى من ايام ما كانوا مخطوبين، ايام ما كانوا لسه متعرفين على بعض. طبعا احنا عارفين ان مريم
خطوبة اختها، والدهم طبعا منفصل عن والدتهم، واشرف نفس الحكاية، والده منفصل عن والدته، ونفس القصة، هما الاتنين زي بعض يعني. فبنتمنى ان انتوا ما تغضبوش تاني ولا تسيب البيت يا مريم تاني. ده لو كان بجد، احنا عارفين ان كل دي اتفاقيات مع بعض يا جماعة عشان يعلوا القناة بتاعتهم. كل القنوات دي لما بتلاقي الريتش بتاعهم واقع شوية فبيحاولوا يعملوا اي حاجة بحيث ان يطلعوا ترند ويقوموا قناتهم من تاني. فدي مفهومة جدا جدا يا اشرف. ويا ريت بلاش عياط، انت راجل، خلي العياط يا سيدي لمريم. واحنا عارفين ان مريم دي على طول ما بتضحكش، كل الفيديوهات بتاعتها او معظم الفيديوهات بتبكي على طول. ربنا يخلي لكم ابنكم مالك. ويا مريم لو كان الموضوع ده بجد واحنا مقتنعين ان هو مش بجد طبعا، فيا ريت بلاش بقى وغيروا محتواكم للافضل. بشكركم حبايب قلبي شكرا جزيلا، وربنا بجد يصبرنا على الناس اللي احنا بنشوفهم او بنتكلم على المحتوى بتاعهم. ربنا يهدي لهم حالهم ويهدينا جميعا. بشكركم حبايب قلبي شكرا جزيلا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.